نشأ يوسف في تكريت بالعراق بين أحضان والديه جادا مثابرا لا يعرف إلا الاجتهاد منذ صغره. كان أبوه نجم الدين أيوب أحد الأبطال المجاهدين المرابطين على ثغور الإسلام، فقد جعله القائد نور الدين نائبا على تكريت، كما جعل عمه شريكوه قائدا للجيوش هناك. أحب أيوب أن يكون ولده صلاح الدين على درجة من العلم الشرعي، فاهتم به وأرسله إلى دار العلم لينهل منها، فحفظ القرآن الكريم من نعومة أظفاره، كما حفظ الكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما اقترب عمره من 11 أحب أيوب أن يرسله إلى حلب في بلاد الشام حتى يكمل تعليمه. ألحقه والده بقافلة متجهة هناك فيها عدد من التجار والمسافرين، وأرسل معه خادما ليكون له عونا في الطريق وفي حلب. ولم يكن الطريق آمنا، فالعصابات الصليبية تصرح وتمرح في بعض المناطق التي استولت عليها، فهي ترهب المسافرين وتستولى على متاعهم. كان صلاح الدين مولعا بتربية الحمام، يشتري الأنواع المختلفة منه. لم ينس صلاح الدين أن يأخذ معه من الطيور الحمام الزاجل حتى يأنس بها، وحتى يرسل أباه وأمه كلما اشتاق إليهما. وضع الحمامات في قفص خشبي، ووضع لها الحب والماء، وتركها في آخر عربة من القافلة. صارت القافلة عدة أميال وأصبحت بين الجبال والتلال، حتى شعر يوسف أن القافلة بدأت تسير ببطء، وأن الحاوي الذي كان يبعث الهمة في النفوس ويسلي المسافرين بصوته الندي قد كف عن الشدود، والرجال يتهامسون بينهم بحذر شديد. اقترب من الخادم وسأله ما الأمر. همس الخادم: إننا في خطر، الصليبيون خلف التلال، علينا أن نجتاز هذه المنطقة بحذر شديد. انقاد صلاح الدين لأوامر خادمه وصار مع القافلة، وصار يدعو الله أن يمر بسلام. الموقف رهيب، الرجال يضعون الكمامات على أفواه الجمال، والألجمة على أفواه البغال، والخيول وعيون المسافرين ترقب التلال المحيط بهم، وهم يحطون أقدامهم على الأرض بهدوء. حتى الهمس انقطع فجأة في هذا المكان، في لحظة لم تكن في الحسبان. وعلى مقربة من أحد التلال برز نفر من الفرسان الصليبيين شاهرين إسلافهم، وأخذوا سلاحهم وأخذوا يصرخون: قفوا قفوا وإلا رميناكم بالسهام والنبال. توقفت القافلة وبدأت المعاناة. أحاط الصليبيون بالقافلة من جهات كلها، أخذوا يحذرون المسافرين من المقاومة، ثم طلبوا منهم أن يتراجعوا على الأرض. نزل الجميع ومنهم صلاح الدين، وفجأة اقترب منه الخادم قائلا: إياك أن تفصل عن نفسك، إياك يعلم من أبوك أو عمك، فلو عرفوا لأخذوك أسيرا ولطلبوا فدية عظيمة إن لم يقتلوك. استمع صلاح الدين إلى نصائح خادمه، ولكنه سأله: في أي مكان نحن الآن وكم نبعد؟ أجابه الخادم: عند تلال الصفوان. ترك الغلام الصغير خادمه واقفا يترقب الصليبي، وانزلق خلف القافلة. فظن الخادم أنه التحق بعربة النساء والأطفال، فانفرجت أساريره. ثم ما لبث إن عاد إلى المقدمة، رآه الخادم فطلب منه أن يعود ثانية إلى المؤخرة حيث النساء والصغار، ولم ينفذ صلاح الدين كلام خادمه، وأصر على البقاء بين الرجال. أخذ يوسف ينظر إلى اللصوص، فرأى وجوههم الحمر وشعورهم الصفر كأنهم الشياطين، فتمنى لو كان معه سيفا لينازلهم جميعا. وللحديث بقية إن شاء الله.